خليني استفيد من عمور. عارفين المناطق الحساسه بتاعت القرش معروفه طبعا، خصوصا ان دي انس. نيجي بقى للشق الثاني في المساله دي، هي حاجه استوقفتني وضحكتني خالص، يعني مش هيمنعنا ان احنا نعرف بعض الفنيات كده من عمرو اديب. اول حاجه مثلا ازاي تعرف تتعامل مع القرش؟ ازاي تعرف تتعامل مع ده اول سؤال، وده سؤال مهم جدا، وانا عن نفسي كان نفسي اعرفه، ازاي يا عموره ممكن اعرف اتعامل مع القرش تحت الميه وفوق الميه. هو كمان بحاجتين، بالليل حاجه، وازاي قول لي انت يا عموره اتعامل معاه ازاي فوق الميه وازاي تحت الميه، منك نستفيد. انك لازم تبص له في عينيه. ابص له في عينيه وانا هتقدم له ولا حاجه؟ لا بجد، يعني ايه ابص له في عينيه؟ مثلا هنقرا فاتحه او انا عازمه في كافيه عشان ابص له في عينيه، اسبل له يعني ايه ابص له في عينيه؟ طب قول لنا حاجه مقنعه يا عموره، يعني حتى نعرف نقتنع بكلامك. وتضربه في مناخيره وفي مناطقه الحساسه. اوه، مناطقه الحساسه. ما هي دي المناطق الحساسه اللي انا اعرفها. دي المناطق الحساسه اللي انا اعرفها انا عنها. زي دي مثلا المناطق الحساسه. مش قصدي يا عمرو، انا مش عارف فين المناطق الحساسه بتاعت القرش، وبعدين انا اعرف المناطق الحساسه بقى عند البني ادمين، اعرفها عند الحيوانات، ما تخبلنيش يا عم، لكن عند القرش دي هتبقى فين؟ قرش طوله 13 متر مثلا، واقول له استاذنك يا قرش اوصل ل 10 15 خطوه كده، اروح اضربك في الاماكن الحساسه وارجع، بس اوعى تمشي، يعني اوعى تعملها معايا وتسيبني، سيبني امشي المسافه دي كلها وهاخدها عوم يعني. انت لازم تضربه في مناخيره. ما تقولوا كلام منطقي، اضربه في مناخيره يا عم، بالنسبه له قرش مثلا طن ونص ولا 2 طن، انت بالنسبه له ضربتك في مناخيره دي يعني كاننا قلنا كلام منطقي نمشي عليه. دايما بناخد المعلومات من مصادر من بره، وللاسف بتكون المعلومات اللي جايه من المصادر اللي بره معلومات موثوق منها. اما الدوله تماما، يعني روسيا عرفت قبلنا، قالت كل اللي حصل قبلنا، واحنا دايما في تخبط ونقول كلام مختلف عن التاني، نقول لا ده احنا طلعنا جثته وسلمناها، ونرجع نقول احنا اللي شرحناه وطلعنا بقايا منه لسه النهارده، الكلام ده النهارده بتاريخ النهارده بتاريخ حلقه النهارده، ونرجع تاني نقول بعتنا رجالتنا يمسكوه، ونرجع نقول صياد عادي هو اللي جه مسكه، ونرجع نقول في النهايه اصلا يا ترى هو ده القرش ولا لا؟ يعني يا ترى ده هو ده القرش المعتدي ولا لا؟ فتخبط في الاعلام وتخبط في الاراء والمعلومات خلونا مش واثقين من المعلومات اللي بنقدمها للجمهور. المعلومات اللي بنقدمها للجمهور بنجمعها من بره. ازاي يكون مصادر المعلومات بتاعتي من بره، وتكون المعلومات بتاعتي ممكن تكون غير موثوقه، غير الناس عايزه تعرف الحقيقه فين، وده حقهم المكفول لهم بدون اي مبالغه وبدون اي جبران منك عليهم. في اخر الحلقه حابب اقول يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك فيها ويفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وانا بشكر الناس طبعا اللي بتدعم القناه باستمرار، زي عمرو وزي احمد اللي حاطط العلم الامريكي، وزي روتانا السيد، وزي صبا، وزي ناس كتير جدا، وهذكر في اخر الحلقات كل الناس اللي بتدعمنا باستمرار. اتمنى ان احنا نكبر ونتوسع، صدقوني يا جماعه، وهقول لكم الكلام ده في حلقه مهمه بكره يا ريت تستنوها. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.